صارت مصيبة، مشكلة، ضيق في المعيشة، حرج معين، مشكل هكذا عائلي، حاجة تاع سحور، حاجة تاع العين، حاجة تاع التعطيل، حاجة تاع مكش الذرية، حاجة تاع كاينين ياسر الأمور. احنا عارفين المجتمع مما يعاني. اسعى إلى التداوي، اسعى إلى العلاج، ولكن خاصة الشيء اللي ما تقدرش تسترجعه هو موت الأحبة، كما جاء في الحديث الصحيح. يقول الله للملائكة: قبضتم ولد عبد فلان؟ يقول: نعم يا ربنا وهو أعلم. يقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ وهذا يعم ابنه ولا مرته ولا ابنه. يقول: نعم. قال: ماذا قال؟ قال: يا ربنا حمدك واسترجع، صح بكى، صح تأثر، صح تصدم، صح بالك تغاشى، من بعد كي يرجع له عقله بالعقل: الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: ابنوا لبيتي أو ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، روح مبارك عليك. لاحظ، واذكر الرجل والمرأة اللي يموت لهم 3 من الولد و2 من الولد، والإنسان إذا كان عاقيم، والإنسان اللي أعطاه الأولاد وما أعطاش البنات، واللي أعطاه البنات كل حاجة تتسقم يوم القيامة. كان تعويض يجي يعوض المولى عز وجل لأصحاب البلاء وأصحاب العاهات والإعاقات. ناس القضاء والقدر اللي يخلي يكون عندك ولد معاق وصابر عليه وتحبه وتحميه وتغذيه وتداويه، والله غير كوراج، يعني كوراج، فضل من الله. تجد إنسان مبتلى بواحد معاق أو مريض أو متخلف أو كما نقولوا مجنون، لكنه يتحمل معه صغاره وكبره ودواءه وعلاجه. راكم تشوفوا فيسبوك والحصص وفي الواقع اللي نعرفوه حنايا. إذن هذا باش يواجه هذا، باش تلقاه مبتسم مول هذاك الطفل الصغير، باش بالإيمان بالقضاء والقدر، برجاء الثواب والأجر لهذاك المخلوق ولك ولأمه، خاصة الأمهات يعني في الغالب. يعني إذا قلنا إن الإيمان بالقدر هاي وراه النقطة المحورية اللي نحتاجها بزاف. لازم الرضا. قال ربنا عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال العلماء: هو المسلم تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيطمئن ويركن ويسكن. عمر بن الخطاب، احنا قلنا الرضا بالقدر قادر يوصل إلى أنك تشكر، مش برك تصبر. كاين تصبر، كاين ترضى، وكاين تشكر. تخيل مراتب الإيمان بالمصيبة والقدر. وعمر بن الخطاب كان يحمد الله على المصيبة، يقول: أنها لم تكن في ديني، لا تجعل مصيبتنا في ديننا. يا أخي ما بطلتش صلاة، ولا وليت نشرب، ولا وليت صارت لي مشكلة، ولا خسرت مال، ولا والله مات لي ميت، ولا مريض، ولا كذا. أنها لم تكن أكثر من هذا، أن الله رزقني الصبر عليها، رابعا أنه سيكافئني عليهم القيامة. إذا مسائل العلم علاه تحضر جمعة كيما هذه، عندها تأثير في أشياء راح تصرى لك وراح تصرى لك. لازم توجد روحك من المصائب. إنسان ضعيف ومفتن ومعرض للبلاء،